عايز تبقى فاشل يبقى لازم تعمل الثلاث مصايب دول. اول مصيبه الاشباع الفوري، الدماغ بتصرخ وبتقول عايز دلوقتي، عايز يبقى ناجح في اسبوع وكمان يبقى مشهور في شهر. ده سيدنا يوسف قعد سنين في السجن اللي عندما باع عزيز مصر. الفكره هنا انك انت لازم تصبر، ان ربنا قالك ان مع العسر يسرا. والمصيبه الثانيه العقليه النتيجيه، لو النجاح بالنسبه ليك مجرد رقم يبقى اول مطب هيكسرك، لكن لما تشوف كل يوم بيتحسن في تركيزك وقدرتك وقتها النجاح هيبقى اسلوب حياة. والمصيبة التالتة الخوف من الفشل. الخوف هو اللي بيخليك ما تجربش اصلا، بس اللي بيجرب واللي بيقع هو اللي بيتعلم، فيا تقف على رجلك يا تتعلم من جديد. فلو لسه دماغك بتفكر بنفس الطريقة فمستحيل تعيش الرحلة صح. في الريلز اللي جاي هنبدأ نبرمج الدماغ من جديد عشان نبدأ نشوف العالم والدنيا كلها بمنظور مختلف تماما. فاعمل لاف وفولو علشان الريلز اللي جاي يوصل لك، وانزل اكتب لي تحت في الكومنتس انا جاهز اغير طريقة تفكيري.